انسوا بقى المكرونه والبانيه، وانسوا ان انتوا تخلصوا ازازه زيت عليه. تعالي بقى اعمل لهم الاكله دي، طعمها بجد رهيب. اول حاجه انا معايا هنا نص صدر فرخه، هقطعه بالشكل ده على شكل البانيه العادي، وتقدري تستخدمي برضو بانيه عادي مش لازم صدور سليمه زي دي. وهنقسم شريحه البانيه لنصين. انا بس بقطع شرايح البانيه، بعد كده هقسمها لنصين. عايزاها تبقى رفيعه ومش سميكه قوي عشان تستوي معايا وما تاخدش وقت. الاكله دي هتخلص في دقايق، يعني لو مستعجله يبقى ألذ واسهل اكله ممكن تعمليها هي الاكله دي. بعد بقى ما قطعته بالشكل ده، هحط معلقتين كبار من الزيت، عليهم رشه ملح وتوم بودره. هضيف كمان الفلفل الاسود ورشه من القرفه، بابريكا، كركم، والبصل البودر، ورشه من بهارات الفراخ. هقلبهم بقى مع بعض واتبل الفراخ بيهم كويس جدا. تتبيله سريعه وسهله. لو عايزه تستغني عن حاجه في التوابل تقدري تستغني عنها، بس هو التوابل كده مع بعض بجد مديالها طعم رهيب. ضفت كمان معلقه كبيره من الصلصه ومعلقه مستردة. لو موجوده عندك المستردة ضيفيها، لو مش موجوده تقدر تستكفي بالصلصه مع التوابل. بعد كده بقى معايا سياخ الشيش طاووق دي. ابدا بقى ان انا اعمل قطعه الفراخ بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. متقلقوش، طريقه سهله ومش هتتعبكوا، وبجد يعني طعمها وشكلها في الاخر تحفه جدا. اعمل كده شرايح الفراخ بالشكل ده، اعملوها بنفس الشكل ده، هتلاقوها سهله معاكم مش هتاخد معاكم وقت. احنا يدوب بس تبلنا شرايح الفراخ، بعد كده جبنا اعدان الشيش طاووق دي وبدأنا نعملها بالشكل ده وهنسويها على طول، وما بتاخدش كمان معانا وقت في التسويه. اهم حاجه ان التتبيله طعمها مميز جدا، وتسويه الفراخ كمان. وفي تركايه كده نعملها هتخلي الطعم في حته تانية خالص. بصوا بقى شكل سيخ الفراخ بجد شكله تحفه. اعمل بقى كل الكميه اللي معايا بالشكل ده. خلصت بقى كل الكميه اللي معايا. بعد كده معايا طاسه او جريل اللي موجود عندك. هحط عليه رشه زيت بسيطه، والنار تكون وسط. اول ما الزيت ما يسخن افرد بس الزيت الاول. بعد الزيت ما يسخن انزل كده بالفراخ، ومش هقلبها غير لما تاخد لون. بعد بقى ما نرصها في الجريل نقفل عليها عشان نتأكد بس ان هي استوت، مش واخده لون وخلاص وتبقى من جوه لسه ما استوتش. بعد ما رصيتها اقفل عليها لحد ما تاخد لون. فتحت كده بشوفها بعد يعني تقريبا 10 دقايق. بصوا لقيت لسه اللون فاتح ما خدتش لون. غطيت عليها تاني لحد ما خدت لون بقى ولسوعة كده، ابدأ اقلبها على الوش التاني بالشكل ده. معايا بقى هنا معلقة كبيرة من الكاتشب، عليها معلقة كبيرة من العسل الابيض. اقلبهم مع بعض، والخطوة دي بتفرق جدا في طعم الفراخ. ممكن تسيبوها بتتبيلة الفراخ بس، او تعملوها بالصوص زي ما انا ما هعمل كده، بس الصوص بجد بيديها طعم حلو جدا. بعد بقى ما خلاص خدت لون وقفلت عليها، انا كده خلاص قفلت عليها. دهنها بقى بالصوص اللي احنا عملناه.
هيديها لون وهيديها طعم. بعد ما ادهنها كلها بالصوص هقفل عليها يعني دقيقتين 3 كده بس تتشرب بالصوص، وهتبقى جاهزة معاكم احلى سياخ دجاج. ممكن تجربوها بجد، الطريقة دي طعمها مميز جدا، ومهما عملتوها مش هتزهقوا منها لان طعمها رهيب، شكلها كمان حلو قوي. جربوها وقولي لي ايه رأيكم فيها، متأكدة ان هي هتعجبكم جدا. متنسوش تحطوا لي لايك، لو لسه مشتركتوش في القناة تشتركوا. جربوا الاكلة دي هتعجبكم قوي. سياخ دجاج، تتبيلة بسيطة، طريقة تسوية سهلة، شكلها كمان رهيب، واخدة لون حلو، والصوص بيفرق جدا في طعمها. احلى طريقة ممكن تجربوها.